اهلا وسهلا ومرحبا مشاهدي قناه مطبخي. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الربيع مطحون، كيبقى صراحه مده طويله في الثلاجه ويمكن لكم تستخدموه في جميع الاطباق. نبداو على بركه الله. عندي هنايا القزبور والمعدنوس اللي غسلته مزيان ونشفته. عندي هنايا دروس ديال الثومه. بالنسبه للثومه على حساب الكميه ديال الربيع، معلقه ديال الملح، معلقه صغيره عامره مزيان، ونص كاس ديال زيت البلديه. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نطحنوا الربيع. غادي ناخذ الهاشوار، غادي ناخذ الربيع، وضعنا الربيع والثومه. دابا غادي نضع معلقه صغيره عامره مزيان ديال الملح. بالنسبه للملح على حساب الكميه ديال الربيع. كما كتشوفوا طحنا الربيع. دابا غادي نضيفوا زيت البلديه وغادي نخلطوا كلشي وغادي نوضعوهم في قريعات المعقمين. هنا عندي هاد القريعات هادو، غادي نبدا نوضع فيهم. من بعد ما وضعناه في القريعه ديالنا كما كتشوفوا غادي ناخذوا الزيت البلديه وغادي نوضعها في الوجه على هذا الشكل. غادي نوزعها مزيان وغادي نسدو عليها كما كتشوفوا. بالنسبه لهذا الربيع يمكن لكم تستخدموه في جميع الوصفات، اما الدجاج ولا الحوت. ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.